سيماي بارلاس 24 سنة، مواليد 1998 بمركز مدينة اسطنبول، أي أنها أصغر من البطل خالد أزكور بما يقارب 6 سنوات. تنتمي لعائلة فنية، حيث أن الكثير من أقاربها يشتغلون في مجالات مشابهة، وأشهرهم ابنة عمها الإنفلونسر والمصممة بوسي بارلاس. لديها 3 إخوة، الأكبر منهم يعمل في إخراج الإعلانات والأفلام القصيرة، وهو الذي كان السبب في دخولها مجال عروض الأزياء والتمثيل. من مواليد برج الثور، لون العيون بنية، مسلمة الديانة حسب كلامها في مقابلة قديمة لها، كما قالت في نفس المقابلة أن طولها 1.67 ووزنها لا يتجاوز 48 كيلو. سيماي اسم تركي ويعني قمر الفضي أو اللامع. حسب خبراء التجميل، فقد أجرت سيماي عملية تجميل لأنفها، وهو ما كذبته الممثلة اللطيفة لأكثر من مرة. ما تقييمكم لجمالها من 10؟ وهل ترون أنها أجرت عمليات تجميل؟ قبل أن تشتهر بسبب تمثيلها، كانت معروفة بالإنستغرام بصورها الجريئة التي كانت تنشرهم في مواقع التواصل رغم صغر سنها. فاجأت الجميع بقدراتها التمثيلية في مسلسل عزيز بدور أفنان، حيث بدأ يلقبونها بنسلها أتاغول الجديدة. وقال المغني الشهير إبراهيم تاتلسس أن على أغلب الممثلات التركيات أخذ دروس خصوصية في التمثيل على يد سيماي. ستحصل هذه السنة في حفل جوائز الفراشة الذهبية على جائزة النجمة اللامعة مع سيلا ترك أوغلو، أوزغي أغيز، وجانير توبوتشو. يرى فانزها أنها تشبه العارضة والممثلة الأسترالية ليلى ماي ماك، وأيضا الكورية لي مي جو عضوة فريق لوفيليز، كما يحصل في مسلسل الياقوت، وحصل في رامو وابنة السفير. سيماي أيضا كانت طرف في حرب كبيرة بين الفانز من جهة وبين وكلاء الأعمال من جهة أخرى، حيث أحبها متابعو مسلسل عزيز أكثر من البطل الأولى داملا سونماز، ورأوا أن تناسقها مع البطل مراد يلدريم أفضل بكثير من داملا، رغم أن فرق السن بينهما 20 سنة. في المقابل، فرق السن هذا جعل الكثيرين يتوقفون عن مشاهدة المسلسل، خاصة مع تكرار مشاهد القبل بين الشخصيتين. لديها 1.8 مليون متابع في حسابها على الانستغرام. ما رأيكم؟ هل تستحق شهرة أكبر؟ لقبتها الصحافة في فترة علاقتها مع إيكين مارت دايماز بشبيهة هاندا أرتشيل، وكما هاندا دخلت سيماي في العديد من العلاقات، أبرزها مع شريكها في مسلسل اسطنبول الظالمة إدريس نبي تاشكان، وأيضا ارتبطت بالممثل جيميت لاعب كرة السلة ونور قلب، وكذلك مع رجل الأعمال سونار كوركماز. سيماي لم تكتفي بتمثيلها الرائع في مسلسل عزيز، بل قامت بالغناء في أحد الحلقات، حيث أدت أغنية شعبية من منطقة ديار بكر اسمها بحشدة يشيل شنار، عن حب من طرف واحد. سيماي من دون مكياج. أي ممثل شارك مع سيماي تفضلون وتعتقدون أن التناسق والكيمياء بينهما جيدة جدا؟ أي شخصية قامت سيماي بتجسيدها تفضلون؟ دخلت عالم التمثيل عام 2015 في مسلسل حطام بشخصية أويكو، يليها دور جوزيدا في مسلسل حياة حلوة أحيانا. عرفت في العالم العربي بعد تجسيد داملا في مسلسل اسطنبول الظالمة، كما شاركت في مسلسلات عزيز، عمر، الأسطورة، ذنب الأمومة
وفيلم الأسر الرقمي. دور أفنان في مسلسل عزيز كان في الأول للممثلة ميليسا شينرسون، لكنها انسحبت لتشارك في مسلسل شقة الأبرياء. وبعدها قدم الإنتاج الدور للحسناء ميليسا باموك، إلى أنها رفضت أن تكون طرف ثالث من جديد ليستقر الدور في الأخير على سنان. Ya lelli o Sana yemin ediyorum zaman bak Volkan karşılığı niye bu senin bütün gününü etkiliyor? seni de sevemedim Adem. سلام من الله عليكم متابعي قناة هلا تركيا. قبل البدء لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد.